أهلا أهلا، وصفة جديدة من وصفاتي معكم، معمول الحليب المحموس. يلا مع بعض نبدأ. راح نبدأ أول شيء بمكونات العجينة. عندي هنا دقيق، كل المقادير راح أكتبها لكم بالكومنت وصندوق الوصف. عندي هنا الحليب المحموس، وأفضل شيء إنه يكون بدرجة الحمس هذه. طبعا الدقيق والحليب المحموس لازم تكون منخولة، وبعد السكر البودرة بعد ما ينطحن ينخل، وبعدين أقلب كل المواد الجافة مع بعض. الإضافتين الأخيرة تكون جبنة الكيري مع كاسة السمنة، وأحرك كل المكونات مع بعض. نبدأ نعجنها باليد لحد ما تتداخل كل المكونات مع بعض وتكون عجينة متماسكة. هذا قوام العجينة وهذا لونها. بالنسبة للتمر كورتها بهالشكل، وكل ما كان التمر كويس كل ما كانت النتيجة أفضل. مجرد أني شلت النوى وعجنتهم مع بعض مع رشة دارسين ورشة اللهم صل على محمد حلب مع شوية مستكة. ناخذ جزء من العجينة اللي هو يناسب للقالب حقنا ونفرده على راحتين اليد بهالشكل، وبعدين ناخذ كورة التمرة تنحط فيه ونرجع نلمها مرة ثانية. تنضغط بهالشكل بس شويتين، بعدين نضربها على أي سطح وتطلع لنا بالشكل هذا، وعلى الصينية نجمعها لحد ما ننتهي. خلصت الكمية وعلى الفرن تتحمر من تحت وتشقر شوي من فوق.